الذي سأخبرك به اليوم أبلغ قصة قصيرة في التاريخ من براعة السرد وسحر الإيجاز، قصة من هول أحداثها على اللغة كل الأديان تستنفر لتكتبها. سماء تمطر بلا كلل، وأرض تنبع بلا ملل، سفينة بنيت في صحراء ثم تطفو في موج كالجبال، تحمل في بطنها مستقبل هذا العالم. القلة المؤمنة أناس يغرقون وآخر ينجون، وكوكب بأسره يغتسل. كل هذه الأحداث لو قيلت في مجلدات كثيرة لما كان عيبا، ولكن القرآن اختصرها كلها وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هكذا هي براعة القصة بما لا يدع مجالا للشك أنه الله. قيل هكذا بالفعل الماضي المبني للمجهول، رغم أنه موقف انتصار وحق لمن كان بهذه القدرة والقوة أن يشير لنفسه في معرض السرد، ولكنه الله. كل هذا الحدث الجلل وكل هذا الانتقام الصارخ ولا يشير لنفسه. الأمر عنده كاف ونون، وقضي الأمر. لا يحتاج بأن يروي تفاصيل الغرق ليخبره بقضاه، ولكنه سبحانه يريد أن يعلمنا أن نسير نحو الهدف. أما أولئك الذين يعترضون الحق بمجرد عبائق فعلينا أن ننحيهم ونكمل المسير.